السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. نحييكم من قناتكم المفضلة، قناة عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا نكسة أهلي ريبيرو وأخطاء اختيارات وعند الخطيب. إن بيراميدز اللي فورمته واقعة وغياباته يهيمن على الأهلي بالشكل ده حرام، والله حرام. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. بيراميدز هيمن على الأهلي في كل حاجة، في الضغط، في الثنائيات، حتى في الشخصية. الأهلي النهاردة فريق متخشب واخد بنج، ما عندوش أي ذرة حركة أو مسؤولية. تكتيك كارثة، الظهير والجناح على خط واحد، مفيش لاعب بين الخطوط يستلم. الجناح يسلم للمدافع والمدافع يلعب بالونة في الهوا، وكده هجمة الأهلي خلصت. شفتوا بقى إن أول لاعب بيتغير بين الشوطين وبيخرج من الملعب هو أحرف لاعب في الأهلي. وده ليه؟ عشان بن شرقي ما بيقولش أنا نجم أو بيلوي وشه، مع إن حتى اللي أنت سايبه في الملعب ما بيقدمش حاجة مفيدة عنه. الفكرة إنك يا ريت التبديلات دي علشان تغير نتيجة الماتش للإيجابي، إنما دي بتغيرها للأسوأ، لأن اللاعب الوحش واللي ما بيقدرش يجري أنت بتسيبه في الملعب وبتخرج اللي ممكن يعمل لك حاجة في أي وقت. وبعدين من إمتى الأهلي كان في فكرة إن يدلع ويطبطب؟ لا، ده الأغرب إنك أنت بتدلع مين؟ الشخص الغلط اللي مهما عملت معاه هو خلاص جاب آخره، مش هيديك أكتر من كده. وبعدين لعيب زي إمام عاشور الدكتور قال إنه جاهز، واللاعب نفسه قال إنه جاهز ومعاك في التدريبات الجماعية بقاله أسبوع. على الأقل أدخل اللاعب الأيمن وأخليه معايا حل بديل على الدكة، عشان لو الماتش اتصعب عليا أقدر أستفاد بيه. يا أخي ده كولر اللي كنا بنقول عليه إن هو مدرب سيء كان بيستخدم إمام العصاية السحرية بتاعته، لدرجة إنه في أوقات كان بيبقى إمام عاشور لوحده في خط الهجوم وجنبه الدبيس وعمر كمال عبد الواحد. كانت الفرقة ضايعة وفي أسوأ أحوالها، بس إمام كان بيعرف يعني إيه لعيب سوبر ستار، يعني إيه روح وغيرة على التيشيرت، يعني إيه إحساس بالجمهور. إحنا عمرنا ما ننساه في ماتش بيراميدز الموسم اللي فات، اللي فضل يجري وهو مصاب لحد آخر ثانية يقاتل على الكورة، وخدها من الدفاع وجري بيها عشان خاطر يلحق نهاجم عشان فريقه يسجل هدفه. وبالفعل ربنا وفقنا وجبنا هدف. الدرجة إن لما وسام غاب وكلنا قلنا، رجعنا تاني لفكرة فين المهاجم يا خطيب اللي احنا فيها دلوقتي. هو شال مكانه وخد الهداف ومحسسناش انه مهاجم الفريق غايب، ولما حسين غاب هو خد مكانه ولعب جناح وبقى مستر اسيست. احنا اللي شفناه من الفرقة النهاردة ده إمام حقه يطلب أعلى عقد ويتساوى بناس ما عملتش ب2 جنيه،
وبياخد أكتر منه، والجماهير منصباهم أساطير في الفرقة. لما الموضوع يوصل إن بيراميدز اللي فورمته واقعة وغياباته وما عندوش جمهور يدعمه وبيلعب من غير الشيبي ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومشى إبراهيم عادل وبيهيمن على الأهلي بالشكل ده ويكسب بسهولة تامة، تبقى نكسة حرفيا. الموضوع ملوش علاقة بنتيجة ماتش. أي دقيقة لريبيرو في النادي هو ضياع للموسم بالكامل. احنا اللي مش مستوعبينه ان عمرنا ما شفنا الاهلي بالبؤس ده، حتى في عز ضعف الفريق والاسكواد، لا شكل ولا روح ولا حمية ولا تكتيك، وشخصية ضعيفة واختيار غلط من البداية في ظل وجود اللعيبة دي، واللي محتاجة مدرب اسم وشخصية بجانب الفنيات. لكن نقول ايه، ربنا يسامح اللي اختار ده من الاول. عندنا فترة توقف ما ينفعش نخلص غير واحنا مصلحين الغلط ده، ونرجع من التوقف بمدرب يليق بالاهلي سواء فنيات او شخصية، ورحيل هذا الفاشل حتما وان لم يتم اليوم او غدا سيصبح مطلب الجماهير رحيلك يا خطيب. يا ناس يا ناس، يمشي السولية بفنياته وخبراته وعايزين يجددوا دكوكة ولا داعي اللي وقع مهببة إصابات وعادي، وواحد واخد مكان محترف وغيره وغيره. والعشوائيات دي الأهلي يستحق أكبر وأكتر من كده، لأنه سيظل حبنا الأول والأخير وفوق الجميع. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم المفضلة، قناة عاشق الكيان في كل مكان وزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.